لو بنات حبيباتي صديقاتي، ان شاء الله تكونون تمام الصحة يا رب. جيت اليوم وياكم فيديو تحفيزي جديد، واليوم نريد نسوي ثواب لوالدي، وحبيت انه اشاركه وياكم. وهاي احتياجات نحتاجها اليوم. امي تريد تسوي برياني وتشريف دجاج لروح والدي، وان شاء الله لامواتنا وامواتكم جميعا. هاي انا جابت ماجي وكشمش تحتاجها للبرياني، هاي الشغلات اللي تحتاجها، ونوم بصرة او الليمون المجفف، وجابت نوعيتين بهارات برياني، هذا كيس الشعرية، وتمن وسفر همينة محتاجيها همينة جابتها. هسه ان شاء الله راح ابلش خطوة بخطوة وياكم. هاي هنا بلشنا بالدجاج بعد ما قطعناه وغسلته كل زين ونقعته بالملح همينة والشكر. خلينا قليل من الزيت بالقدر، وخلينا قطع الدجاج، خلينا عليه الملح والقرفة او الدارسين عوادين والزنجبيل. حبيباتي نسيت اراويكم هاي من جبناها شغلات. هاي في مواعين 3 قطع جبنة. هاي زاهي همينة جابت امي دبتين هم محتاجته. هاي الجلافات من نفس المواعين، وهاي جابت تايج يلوين والصابون. هسه اروح اكمل ويا ماما تصوير. ما قدرت اصوركم بالسوق لان كلش هوسة وازدحام، فما قدرت اصوركم شي هناك. بعد رجعت للدجاج نشوفه. خلت امي من بصرة وماجي دجاج وبهارات كركم او بهارات صفرة لحد ما نحمس حمسة زينة. يلا نخلي المي عليه. حضرت الشغلات اللي نحتاجها للبرياني. البوتيتا سويتها هيك على شكل مكعبات، وجزر همينة، وافطر، وكشمش. وهسه راح نبدي نقله. هنا بنات التشريف قرب يستوي، ما شاء الله صار كلش طعمه طيب وشكله شهي مثل ما تشوفون. والجزر مو تقلع، سلق نسلقه، خليته دا يسلق على صفحة واحدة. وهنا قاعدة اقلي البوتيتا. بنات جيت اغسل التمن واجهزه حتى نبلش نسوي تمن البرياني. بنات اني دا اتعب لعيونكم واصور وكل شي دا انزلكم، بس دا يصير عندي احباط بسبب قلة المشاهدة واللايكات. حبايبي اتمنى ما تنسوني باللايك والاشتراك والمشاهدة الحلوة اللي من عندكم، واللايك الورد مثلكم، حتى نبقى عائلة حلوة ان شاء الله ونكبر واتقدم ان شاء الله بوجودكم وبلايكاتكم ومشاهداتكم. خليت الزيت، خليت الشعرية هاي الكمية اللي تشوفوها قدامكم. راح ابقى اقلبها لحد ما تعطيني اللون الذهبي او اللون اللي اريده. ارجع اضيف المي. بعد ما حمست الشعرية ضفت المي نفس كمية التمن، دولكة ونص. هسه راح اخلي بهارات البرياني، مكيالة من هاي النوعية ومكيالة من النوعية الثانية، نوعيتين بهارات برياني اللي جبنا. والملح، سوري حبايبي بس القبق مالت الملح فلت من ايدي، رجعت طلعته. راح اخلي حبات من اللي هي الأربعة والبهارات الصفرة همينة شي قليل. ورداتي اجيت راح اسوي حلاوة الكراميل همينة. اول شي راح اخلي الكوب الاول من الشكر
على نار كلش هادئة تكرملون الشكر حتى ما تضيعون طعم الكراميل أو طعم الشوكولات. هذا الكوب الثاني، كوبين من الشكر. هنا حضرت هاي الكمية من المكسرات أحتاجها لحلاوة الكراميل. وهاي هنا أنا عندي نص دولكة مي، خليت بيها 5 ملاعق كبار من النشا، نشا الذرة. بدأ يتكرمل عندي هنا الشكر مثل ما تشوفون، وبس مثل ما قلت لكم أرجع أنوه على نار كلش هادئة حتى ما تضيعون الطعم مالتها. بعد ما نشف مي التمن وهدرته راح اخلي الشغلات اللي قليناها. اول شي الكشمش، هنا راح اخلي الفطر ومكعبات البوتيتا، واغطيه واخليه يتهدرن سوا المواد ويا التمن. بنات والجزر همينه اخليه هسه. هنا بنات كرملت الشكر صار بهذا الشكل، وهسه راح اضيف عليه النشا. بسم الله. لا راح يرجع يتكتل الشكر بس ما عليكم يرجع نفس مكان ونفس مذاق بالبداية، بس ترجعون تحركوه. هسه انتو عبالكم راح ينقرب بس لا يرجع نفس مكان، بس شنو تبقون تحركوه. وبعد ما ذوبت الكراميل الشكر راح اخلي هسه المكسرات. شوفوا بنات شلون صار شكله يتجنن، بس تبقون تحركوه لحد ما يعطيكم القوام اللي انتو منتظرينه. طبعا المكسرات شي اختياري، لكن افضل اذا تضيفوه له. تكونوا تحركوه خليه يجهز تماما وارجع اراويكم شكله. بعد ما صارت تعطيني هاي الفقاعات يعني خلص اوكي كملت الحلاوة ويانا، واروح واخليها بمواعين التقديم. هيج حبايباتي كملت الحلاوة وخليتها بالمواعين وبأحجام مختلفة سويتها. بس اروح واكمل باقي الشغل. هيج حبايبي كملنا غدانا وثوابنا لروح والدي ولأمواتنا وأمواتكم جميعا إن شاء الله. نسألكم الدعاء والرحمة. لا تنسوني باللايك والاشتراك ودعم القناة. ولهنا بقولكم سهمكم العافية في أمان الله.